بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل أطباق السعادة اللي كل البيوت بتحبها. هنعمل مع بعض الكسكسي. كتري بقى وبكل ثقة ادخلي المطبخ كده وهاتي أي كمية دقيق انت عايزاها. أنا هخليكي محترفة النهاردة في الكسكسي بتاعنا ده. تعالي شوفي بقى هنا معايا، انا معايا كيلو ونص من الدقيق. كل نص كيلو بياخد نص معلقة من الملح. انا بقول اهو بالمقادير عشان الناس اللي بتحب تسمع الحاجة بالمقادير. خلاص. كيلو ونص من الدقيق، وكل نص كيلو عليه نص معلقة من الملح، ما تكتريش قوي. خلاص. ادي عندي الدقيق اهو، اي نوع دقيق انت يعني تقدري تجيبيه. انا جايبه دقيق هنا، دقيق سايب، مفيش اي مشكله. خلاص. بنحط بقى عليه كميه الملح، ومعانا هنا كوبايه من الميه في اول خطوه كده، وامشي معايا واحده واحده من الاول عشان هتعملي النهارده احلى كسكسي. خلاص. هناخد بقى الميه واحده واحده كده، بنرشرش على الدقيق زي ما انتي شايفه كده. هي انا بفضل الطريقه دي عن البخاخه، كمان البخاخه ما بتسعفش، دي احلى. وتبتدي كده تفتليه بايديكي كده زي ما انت شايفه. خلاص. كده تمام. واحده واحده. وهقولك خدنا ميه قد ايه في الاخر خالص لما نوصل للنتيجه اللي هوريها لك. اهو. واحده واحده. ترشي شويه الميه وتبتدي تفتليه بايديكي كده. حلو. ادي. شايفه النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها هي دي. كتل كبيره كده. وخدنا حوالي كوبايتين من الميه. بعد كده بقى بتجيبي الكبه الجميله بتاعتك، ما عندكيش كبه هاتي مطحنه الخلاط عادي جدا. حبه بحبه. وتبتدي تضربيه فيها. بقى زي القمر اهو زي ما انت شايفه. حطيناه بقى في حته القماش بتاعتنا المخصصه للكسكسي، انا القماشه دي على طول بخليها لما بعمل الكسكسي بعملها فيها. خلاص. بتحطيها فيها. وتبتدي تقفلي بقى عليها قفله محكمه كده من كل الجوانب. قفلي بقى كويس. شايفين انا حاطينها في ايه؟ حطاها في مصفى. مصفى عادية خالص. وحلة فيها مية بتغلي، المية مش طايلة الكسكسي طبعا، على نص الحلة كده. وتحطي المصفى عليها وتقفلي عليه لمدة ساعة. دي أول خطوة في التسوية. بياخد ساعة بالظبط. خلاص فكي بقى عليه. وحطيه في الصينية بتاعتنا وتعالي نشوف هنعمل ايه. هيبقى طبعا متكتل ومحجر كده ولا يهمك. كل ده هنعمله وهيبقى زي الفل. خلاص. اول خطوة بيبقى هو محجر كده. سخن جدا طبعا وطالع ايه مولع. خلاص. دي اول خطوة. في عندك بقى نص كوباية مية تانية بترشي على الكسكسي نص كوباية المية اللي موجودة دي. التركة بقى اللي انا بقولها هنا وهتدعولي عليها ايه هي؟ بتجيبي حوالي 3 معالق من السمن تسيحيه وترشيه على الكسكسي. ليه؟ علشان لما تضربيه في الكبة بيبقى مفلفل وما بيلبتش تاني في بعضه لما ترجعيه على البخار تاني. ما بيبقاش بيعمل كده، بيبقى مفلفل بقى خلاص. وبيبقى خلاص تسويته خلصت. دي اخر مرة هنحطه فيها في الكبة، هو بيتحط في الكبة مرتين اتنين بس. شايفة بقى كده؟ ادي يا ستي اتفلفل معايا. وهقفل عليه زي المرة الأولانية بالظبط، وهسويه نص ساعة فقط لا غير. يبقى المرة الأولانية ساعة والمرة التانية نص ساعة بس يا ست الكل. شايفة بقى مفلفل ازاي؟ مش هتحتاجي تاني تطحنيه في الكبة خالص، هو كده بقى زي القمر. مش قادرة اقولك بقى جماله وهو سخن كده، يعني جاهز بقى للأكل. ادوني بقى اللايكات والشير والسبسكرايب النهاردة عشان الأكلة الجميلة دي. خلاص. وطبعا احنا عارفين ان الأكلة دي أصلا من المغرب العربي، من عند حبايبنا بتوع المغرب العربي. شايفة مفرفط ازاي وجميل ازاي ومفلفل، والوحدة بوحدتها وزي العسل. هيطلع معاكي كسكسي محترف، يعني هتبقي محترفة النهاردة فيه. وهتدعيلي وهتعمليه. اعملي بقى الكسكسي بالكمية اللي انت عايزاها، بيتشال في الخطوة دي. ممكن في اكياس في الفريزر.
تطلعيه وقت ما تحبي وتسخنيه. بتاخدي بقى الطبق اللي انت هتاكلي فيه وتحطي عليه بقى معلقه السمنه كده وهو سخن. سمن بلدي طبعا، كسكسي بيحب السمن البلدي بقى، وننسى الدايت النهارده، ننساه بقى مع الاكله دي. قلبي بقى كويس وحطي لي بقى السمن البلدي الجميل بتاعك، وجهزيه للاكل وهو سخن وزي القمر كده. واطحني بقى شويه سكر بودر في الخلاط، وابتدي حطي عليه السكر البودره بتاعنا الجميل. في ناس بتحب تاكله حادق، زي ما تحبي عادي. وشويه بقى الزبيب. وبالالف هنا وشفا. ولايك وشير وسبسكرايب النهارده لبيت ماما بطه، وتوصوا بيا بقى في الكومنتات الحلوه اللي بتسعدني.